كوكو حبيباتي، جيتكم اليوم بهاد 5 مقبلات سورية ساهلين وخفاف وعلى بالي رايحين يعجبوكم وديروهم في رمضان. تابعوا معايا كل وحده كيفاش رايحه نديرها، كامل ساهلين وكامل خفاف ومكوناتهم بزاف بسيطه. نبداو باول مقبله. هنايا عندي زيتون مقطع وعندي معاه طماطم مقطعه مربعات صغار ثاني، نحطوهم مع بعضهم ونزيدو عليهم شويه تاع المعدنوس. بعد ما درت المعدنوس تاعي نروحو نديرو فص تاع ثوم قطعته مربعات صغار كيما راكم رايحين تشوفوني ندير. نحط الثوم تاعي ونديرو عصرة تاع القارص. في لي زيبيس عندنا بمغرفة صغيرة درت شوية تاع الفلفل الكحل، شوية تاع الملح والكمون والبابريكا. بعد ما درت لي زيبيس تاوي عندي لهنا حوالي مغرفة كبيرة تاع زيت الزيتون. نخلطو كلش مليح ولهنا المقبلة تاعي راهي واجدة، ونروحو للمقبلة الثانية وما تنساوش باش تحطوها تبرد. في المقبلة الثانية عندي 2 حبات تاع باذنجان اللي كنت شويتهم من قبل، نزيد عليه 3 فصوص تاع الثوم وباط تاع ياغورت ناتور. نزيد معاهم شوية تاع المعدنوس كما راكم تشوفوا، وغرفة كبيرة تاع الجبن الأبيض. في لي زيبيس عندي مغرفة صغيرة تاع الملح ومغرفة صغيرة تاع الفلفل. نزيدو نعصرو معاهم نص حبة كاملة تاع القارص ومغرفة كبيرة تاع زيت الزيتون. نخلطو كلش مع بعض، وهذا هو القوام اللي لازم يكون عندنا على الاخر. في المقبلة الثالثة عندي فلفل احمر مشوي قطعته هكذا كما راكم تشوفوا، زدت معاه 6 حبات تاع الجوز. نزيدو لهم شوية تاع المعدنوس ومغرفة كبيرة تاع الجبن الأبيض. وعندي لهنا 3 فصوص تاع الثوم. في لي زيبيس عندي مغرفة صغيرة تاع الملح ورشة صغيرة تاع الفلفل الكحل ومغرفة كبيرة تاع زيت الزيتون. عندي لهنا الفلفل الأحمر الحار زدته باش يعطيني شوية تاع الحرور في المقبلة تاعي. خلطت كلش مليح وهذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. نخلوها تبرد ونروحوا للمقبلة تاعنا رابعة اللي مالوغوزمون متولهش والتليفون كيما كانش قاعد يصور. كان عندي فيها بطرف مغلي 2 فصوص تاع الثوم، باط ياغورت ناتور، نص مغرفة كبيرة تاع الجبن الأبيض، رشة ملح ورشة فلفل كحل، 2 مغارف كبار تاع زيت الزيتون. ونروحوا للمقبلة الخامسة والأخيرة. في أنا شواغ كالعادة نديرو كمية تاع الحمص مغلي كيما راكم تشوفوا. نزيدو معها 2 مغارف تاع الطحينة اللي كنت خدمتها وحدي، درت فيها 4 مغارف كبار تاع الجلجلان محمصين، رحيت الجلجلان تاعي وحده وزدت عليه 2 مغارف كبار تاع زيت السمسم وميكسيتهم مع بعضهم، وهذه كانت النتيجة. ديت منها 2 مغارف كبار مع الحمص تاعي. ونزيدو عليهم نص حبة تاع القارص كاملة نعصروها. في لي زيبيس عندنا مغرفة صغيرة تاع الملح، رشة صغيرة تاع الفلفل ومغرفة صغيرة تكون معمرة تاع الكمون. نزيدو نضيفو 2 مغارف كبار تاع زيت الزيتون، وضفت كاس تاع الماء. نتوما على حساب كمية الحمص اللي رايحين ديروها بقاو تضيفوا في الماء حتى تتحصلوا على هذا القوام. وهنا بعد ما بردوا المقبلات تاعي جيت نوريلكم طريقة التقديم تاع كل وحدة. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم وجاتكم خفيفة. وبالنسبة للمقادير تاع الوصفة رايحة نخليهم لكم كامل تحت في الديسكريبسيون هكذا باش يجيكم ساهلين اكثر وتقدروا ديروهم كامل. ما تنساوش تجربوهم في هذا رمضان وتخلوا لي رايكم. باي باي.